هذه مناسبة، أنتم هنا ترون غروب الشمس وشروق الشمس وطلوع الفجر ولا لا؟ اليوم قمنا أولا. لا دعنا والغمام. لا نستطيع. ليش؟ المنطقة الغربية عندنا مغلقة، ما هي مفتوحة علينا إن نرى الجهة الغربية واضحة. يعني في جبل يحجب عنا الشمس قبل غروب الشمس. الجبل الغربي هذا فلما نرى. الجبل الغربي يحجب الشمس قبل أن تغرب عنا، فما نستطيع أن نتحقق هل غربت أم لا. هذه مشكلة. يعني طيب، ننتظر. وما الذي لا يحجب؟ الأفق البعيد. إحنا يعني بدنا ما هو الأفق؟ يعني الآيات تحجب رؤية مغيب الشمس. لا، أنت كلامك غير كلامه. نعم. مع أنه الجواب واحد. كل ما هناك من فرق أنه في حاجب طبيعي إلهي وفي حاجب إيش؟ صناعي. أنا أقول الحاجبين إن شاء الله يصلح علينا. كيف؟ الحاجب اللي إحنا يعني الأصلي يعني كثير من الناس يعني يعتبرون الإفطار قبل أذان المغرب فتنة وبدعة، يعني هم يروا هذا وإحنا لا نرى هذا إن شاء الله تعالى. لكن من باب يعني سد مثلا باب فتنة، وخصوصا على الإخوة واللي فيهم كفيهم بنستنى الأذان وبنفطر مع الأذان. هذا بين الناس. إذا الواحد لحاله، أنا عن نفسي يعني إذا رأيت مغيب الشمس وأنا في أي مكان أفطر والحمد لله رب العالمين، حتى لو كان قبل المغرب بوقت يعني على السنة. أما مع الناس أنتظر الأذان حتى لا نقع يعني لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود قبل كل شيء معرفة الحكم الشرعي. ثاني شيء طريقة الدعوة إلى هذا الحكم الشرعي. فهناك غاية وهناك وسيلة، فيجب أن نفرق بين الغاية وبين الوسيلة. فأنت جوابك لم يكن من باب الوسيلة، وإنما كان من باب الغاية. يعني أنت لو كنت في عقر دارك تقول الجبل يحجب، طيب متى تفطر إذا أنت؟ نعم، يعني لما أسمع الأذان. متى يؤذن المؤذن؟ بارك الله فيكم. نحن الحقيقة في دوامة ضائعة. المؤذن متى يؤذن؟ بعد غروب الشمس بمدة قد تصل إلى 5 دقائق. الله يهديك يا أبو أحمد. المؤذن يؤذن على التوقيت الشرعي ولا على التوقيت الفلكي؟ على التوقيت الفرعي. طيب، هل هذا هو الشرع؟ ليس. إذن خلينا مع الشرع. وسؤالي آنفا كان شرعيا. متى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب؟ على التوقيت الفلكي. لا، نسيت ما قلنا الآن. نحن سألنا سؤالا، أعطي بالك. المؤذن اليوم هل يؤذن على التوقيت الشرعي أم على التوقيت الفلكي؟ كان الجواب على التوقيت الفلكي. هذا تركنا جانبا. متى ينبغي أن يؤذن المؤذن على التوقيت الشرعي؟ عند غروب الشمس مباشرة. كيف يتأكد بأن الشمس غربت إذا كان في الغرب جبل؟ متى يتأكد أن الشمس غربت؟ حلو. هذا جواب له معنى. الأصل أن يتأكد يعني. أرجوك فكر وتكلم. لأنه سيعود السؤال مستنبطا من كلامك. كيف يتأكد؟ أنا أعيد عليك إن شاء الله ما بين الإجابة حتى تعطينا المفيد. يعني لا أريد أن أقول إذا
لم يعد يرى الشمس فجاز له أن يفطر خوفا من أن الجبل يكون عاليا والشمس لم تغرب بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن صار الوقت عندكم ولا لا؟ بقي 4 دقائق 5 دقائق. الظاهر أنه الناس كلهم إلا قليلا منهم ضائعين، مش عارفين كيف يثبتون الأوقات الخمس على التوقيت الشرعي. تفضل. رب بلدة أفقها ساحل البحر، وبلدة أخرى أفقها سهل الأرض، وبلدة ثالثة أفقها جبل، بل لنقل هضبة، ورابعة جبل، وإلى آخره. فمتى يفطر هؤلاء؟ متى يؤذنون؟ إذا غربت الشمس، سواء كان الغروب على ساحل البحر أو على أرض السهل أو على الهضبة أو على الجبل. المهم أنه الشمس غربت، يقال عربية ومشاهدة الآن غربت الشمس. أما التوقف أنه والله في جبل، أي ماذا تريد أن يكون غير الجبل؟ تنتظر أن يكون هناك ساحل مثل ما صاحبنا يروح البحر بقى، هذا تكليف ما لا يطاق. الحقيقة أن الدين يسر عقده الناس، طائفة منهم بجهلهم وطائفة أخرى منهم بتعنتهم. نعم. بأوروبا بنلاقي إنه في أيام الصيف أيام يوم طويل بيكون، بعدين بيكون الساعة 10 بالليل ولسه فضل. هناك تحقق من الغروب الشمس يعني بده. خليك هلا أنت في بلدك العربي، بعدين بنحكي في البلد الأعجمي. لا إله إلا الله. أي نعم. بخاصة قضية يعني غروب الشمس وراء هذا الجبل في شيء يدل عليها، وهو جهة الشرق بدو الليل. ما عمل لك ضايعين الناس عن هذا، يعني هذا يدل على هذا. إذا غربت الشمس ها هنا عندكم فقد حل الإفطار ووجبت صلاة المغرب. أنا شايف فيها أبنية، فهل تريدون يعني أن تطلعوا لفوق وتشوفوا الجبل اللي وراء الأبنية هذه؟ جبل وراء جبل. يا شيخنا الفجر 1 ولا 2؟ الفجر حقيقي ومش حقيقي؟ وبعدين فجران للتعبير الشرعي، فجر صادق فجر كاذب. وكيف بده يعرف انه صار الفجر صحيح؟ بعلامة ايش يعني؟ كيف بده يعرف؟ لانه الاذان هذا مش. ما الرسول عليه السلام بين هذا الذي تسأل عنه. إذا امتد النور هكذا في الأفق فهو الفجر الصادق. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما بتشوف ترمي ببصرك إلى الشرق والليل، ما بتشوف السواد هذا؟ لما بيبدأ يعلو السواد خط أبيض، مش خط أفقي، خط أبيض ممتد من الشمال إلى الجنوب، فهذا هو الفجر الصادق. لا ماله خط يبين خط. المدة كم نستطيع الآن أن نعينها في الوقت الحاضر؟ يعني تعلمون أن الفجر يؤذن قبل الخيط الأبيض. عليكم السلام ورحمة الله. هل نستطيع أن نعين توقيت يعني بالدقائق أو بالساعة؟ ممكن أخي، بس هذا ما هو ثابت، يختلف باختلاف الأيام. إلى عهد قريب كان الفجر ما يبكر في طلوعه، أظن الآن كأنه وقف. كان الفجر يؤذن قبل شهر أو شهرين 3:30 و5 تقريبا. الآن عفوا قلت يؤذن،
وأردت يعني الأذان الشرعي مش هذا الأذان الواقع. فلنقل أنه كان الفجر يطلع تقريبا 4:03، الآن بيطلع 4:10، ما هو ثابت يعني، لكن في نسبة كمان قريبة بعضها من بعض بين الأذان الفلكي هذا اللي بتسمعوه من المؤذن وبين طلوع الفجر الصادق، مدة تتراوح ما بين نصف ساعة و25 دقيقة. أي نعم. وبين الأذان الشرعي والأذان الفلكي نحو 10 دقائق. المغرب. نعم. كيف؟ هو الفلكي. نعم. الواحد لو مثلا أكل الأذان يعني. معليش يا أخوانا، يجب أن تعلموا هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. لذلك فمن الوهم ومن الخطأ الفاحش أن نتوهم أننا إذا رأينا الشمس غربت من هنا منقول والله هون في جبل، أو منقول كما قال القائل الآخر في أبنية. طيب ننظر نحن، هل أقبل الليل من هنا أم لا؟ فإذا كان الضوء اللي فوق منا نور النهار، ضوء النهار، إذا كان لا يزال ممتدا إلى المشرق وهو كذلك إلى المغرب ولو غربت الشمس، فما أفطر الصائم. لكن إذا أقبل الليل من هنا، يعني بدأ الظلام يهجم علينا من جهة الشرق، وبدأ النور الضوء الشمس يغيب وراء الأفق، والشمس أيضا فعلا غربت، قال عليه السلام: فقد أفطر الصائم. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتصور وضعا تتجمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتصور وضعا تتجمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة: أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، ونقول لا، ما صار وقت الإفطار. هذا صدم لحديث الرسول عليه السلام، ويتكلم بلسان عربي مبين، فيقول: إذا أقبل ككون في البدعيات. هلا إذا كانت الشمس نراها بعيننا، قرص الشمس عم تنزل حتى صار في تماس بين دائرة شمس السفلى من تحت مع الجبل أو مع البنية، ثم بدأ قرص الشمس يغيب 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 حتى لم نراه. ألا يجوز أن نقول لغة وشرعا وعرفا غربت الشمس؟ فما بالكم تشكون في البدائيات؟ غربت الشمس. كل ما يمكن أن يجعلنا نتوقف أن نشوف والله لسه ضوء النهار شرقا ووسطا وغربا لا يزال كما كان، هذا بيخلينا نشك.